هاتكلم بقى النهارده عن مفصل الكتف اللي هو انا بعتبره من اكتر المفاصل تعقيدا في الجسم، لان هو مش هو حته الكوره دي مع لوح الكتف، لا. مفصل الكتف متداخل معاه مفاصل اخرى زي المفصل ما بين الترقوه وما بين لوح الكتف، وما زي الرقبه كمان، لان الرقبه ليها تاثير مباشر على الكتف. طيب، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في مفصل الكتف وازاي نقدر نفرق هي المشكله جايه منين؟ ده عن طريق الفحص السريري او الفحص في العياده. الدكتور بيعمل شويه حركات مدروسه، كل حركه منهم بتعرفنا على الاقل نشك ان المشكله جايه منين. الشيء الثاني اللي بعد كده هو ان احنا الكتف سريعا هو عباره عن 4 اوتار اساسيين، دول اللي بيبداوا كل حركات الكتف. العضله الثنائيه، ودي عضله بتيجي من هنا كده عشان تحرك المرفق مع الكتف. واخر حاجه الكبسول او الجزء اللي هو الكيس اللي بيغطي مفصل الكتف. كل حاجه من دول ليهم اصابه بتاثر اكيد على وظيفه حياتك. لو عندك اي استشاره تخص الكتف تقدر تكلمنا ونرد عليك ان شاء الله. دكتور عمرو بدوي، صحه عظام.